يعني النيابة الإدارية تم سلب اختصاصها وتم التعدي على دورها وتقليص صلاحياتها من خلال قوانين ومن خلال لوائح تعمد النظام السابق إصدارها بسبب فقدان النيابة وغياب الحماية الدستورية اللازمة لاختصاصاتها ولدورها. وبالتالي احنا بنطلب من لجنه نظام الحكم ومن الجمعيه التاسيسيه ان تتلافى هذا العوار الدستوري وهذا العيب. يعني النيابه الاداريه دي حضرتك عندما انشئت في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي انشئت بقصد تحقيق اهداف سجلتها وسطرتها احكام المحاكم بحروف من النور. هذه النيابه تقوم بالنسبه للموظفين بمثل ما تقوم به النيابه العامه لسائر المواطنين. النيابة الإدارية هي الجهاز الوحيد في مصر الذي يحقق مصلحة المرفق العام ومصلحة الموظف العام في آن واحد في وقت واحد. مصلحة المرفق العام في الوصول إلى مرتكب المخالفات والجرائم التأديبية وتحديد فاعلها مهما بلغت درجته الوظيفية سواء كان رئيسا إداريا مهما على مركزه الوظيفي. وايضا مصلحه الموظف انه لا يتعرض للجور على حقوقه وللتعسف معاه في اجراء التحقيقات ولظلمه وادانته بدون وجه حق. وبالتالي النيابه كونها كيان محايد ومستقل عن جهه الاداره هذا يحقق العداله المطلقه التي ينشدها كل المشرعين الدستوريين والقانونيين بوجه عام. يعني لا يتصور على الاطلاق ان نقيم نظام قضائي لا يحقق العدل. فبالتالي النيابه الاداريه تقوم بهذا الدور، لكن عدم النص عليها في الدستور ادى الى سلبها هذا الاختصاص. فكره القضاء الموحد هي فكره بتقوم على حسب ما انا فهمت من خلال الطرح اللي كان قدمه معالي المستشار وزير العدل ان يكون هناك جهه قضائيه واحده بتضم كل افرع السلطه القضائيه في الوقت الراهن. يعني حضرتك عارفه ان السلطه القضائيه في الوقت الراهن تتكون من القضاء العادي يعني المحاكم المدنيه والجنائيه والتجاريه ومجلس الدوله الذي يتولى القضاء الاداري والمحكمه الدستوريه العليا والنيابه العامه والنيابه الاداريه وهناك هيئه قضايا الدوله التي تتولى الدفاع عن أجهزة الدولة المختلفة. الفكرة بتقوم على أن هذه الأجهزة وهذه الهيئات القضائية وهي لكل منها دوره وتخصصه أن تنصهر جميعا في بوتقة واحدة وفي كيان واحد على نحو يؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة التي ننشدها جميعا. لكن احنا الذي يعنينا في المقام الاول والاهم هو ان يتم تفعيل دور النيابه الاداريه وان يتم هذا التفعيل لا يمكن ان يتاتى على الاطلاق بدون النص على النيابه الاداريه في الدستور. نعم، وهل فكره القضاء الموحد هي فكره تلاقي قبول داخل النيابه الاداريه؟ النيابه الاداريه بوجه عام مع اي طرح يحقق مصلحه الوطن، النيابه الاداريه بوجه عام مع اي طرح يؤدي الى تحقيق العداله الناجزه، سواء كان ذلك يتاتى من خلال فكره القضاء الموحد او من خلال استمرار التنظيم القضائي الحالي. لكن الذي يعنينا هو اننا مع اي طرح يحقق الصالح العام، ثقي من هذا تماما. النيابه الاداريه تتحمل اعباء كثيره نتيجه وجود عيوب تشريعيه بتحول دون قيامها باداء دورها وباداء عملها على الوجه الاكمل. الصالح العام يقتضي ازاله هذه التشوهات، هذه العيوب التشريعيه الموجوده الان لابد من ازالتها على الفور. الامر لا يحتمل اي درجه من التباطؤ واي نوع من انواع ان ما فيش مقتضى ان احنا نفكر اننا محتاجين ان ندعم هذا الجهاز من عدم. النيابه الاداريه تقوم بدور في غايه الاهميه، دور قضائي يعني درجه ان الموظف وهذا امر نادر ان يحدث لكنه حدث نتيجه عدالتها وحيدتها، ان الموظف العام وهذا امر سطرته احكام المحكمه الاداريه العليا، ان الموظف العام ذاته المتهم هو الذي اصبح يطلب ان يمثل امام النيابه الاداريه. يعني الموظف عندما يمثل صحيح امام جهه الاداره يقول لا انا عايز اروح النيابه الاداريه تحقق معايا. هذا امر يدل دلاله قاطعه على انه وجد فيها الحيده ووجد فيها النزاهه ووجد فيها الاستقلال عن جهه الاداره فامن لها وطلب الوصول امامها وطلب ان يتم التحقيق معه من خلالها. وبالتالي نريد ان نفعلها لانها تحقق رقابه حقيقيه من خلال تحقيقاتها التي لا تهدف الا الى كشف الحقيقه في الواقعه التي تباشر التحقيق فيها بغض النظر عن مرتكب هذه الجريمه. فهي لا تأبه لمركز رئيس اداري ولا تتاثر بمركز المتهم، وبالتالي كشف هذه الحقيقه سيؤدي في النهايه الى اصلاح مواطن الخلل ومواطن الفساد وازالتها من داخل الجهاز الاداري للدوله، وهذا امر احنا في امس الحاجه اليه.
نعم، إذا سيادة المستشار المطلب الأول هو تضمين الدستور الحالي مادة تتعلق بالنيابة الإدارية، لأنه في الدستور السابق لم يتضمن مادة بالضبط. هذا كان عوارا دستوريا دفع الوطن بأكمله ثمنه، ونريد لهذا الخطأ ألا يستمر. نعم، طيب أنا هسأل سؤال مركب، يعني الجزء الأولاني منه لو حضرتك تقول لنا شكل المادة اللي ترغب النيابة العامة في رؤيتها في الدستور الحالي، بحيث زي ما حضرتك قلت النيابة الإدارية، بحيث زي ما حضرتك قلت إنها يعني تتدارك العوار ويتم تفعيلها بالشكل المرغوب فيه. النقطة الثانية، إزاي ازاي عدم تضمين الدستور ماده خاصه بالنيابه الاداريه ادى لي مثلا انتقاص من دورها او خصم من قوتها؟ اولا حضرتك الماده التي نقترحها في الدستور هي ان ينص الدستور على ان النيابه الاداريه هيئه قضائيه مستقله، شأنها في ذلك شأن سائر الهيئات القضائية الأخرى الموجودة مثل المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والقضاء العالي، وبالتالي تكون الصياغة هذا الأستاذ الشعبي عندي هنا لونها أحمر وعندك هنا لونها الجرائم والمخالفات المالية والإدارية، وتباشر والادعاء أمام المحاكم التأديبية لمجلس الدولة، وتتولى النيابة الإدارية كشف وتحديد أوجه الخلل والقصور، وتتولى التحقيق والتصرف في المخالفات التأديبية، والتصرف أمر هام لأنه يضمن لتحقيقات النيابة فاعليتها، ويضمن ألا يعبث أحد بنتيجة التحقيق، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون شأن أعضائها شأن أعضاء النيابة العامة من كافة الوجوه، لأن هذا أمر موجود حاليا في الدستور الحالي، باعتبار أن التماثل بين أعضاء النيابتين أمر لازم ومطلوب. طبعا دي خطوط عريضة للمادة، هي طبعا في الصياغة بيعبر عن هذه الأفكار بعدد من الصياغات، لكن هي النقاط الأساسية والجوهرية تأكيد الصفة القضائية للنيابة الإدارية، باعتبار أن هذه حقيقة مستقرة لا جدال فيها، أثبتتها أحكام المحكمة الدستورية العليا وأحكام المحكمة الإدارية العليا، واستقر عليها المشرع في عشرات القوانين اللي صدرت على مدار 50 سنة. ثانيا تحديد دور النيابة الإدارية بأنها تختص بالتحقيق والتصرف في هذا التحقيق بقرارات نهائية منها تلزم جهة الإدارة، يعني النيابة إذا انتهت إلى حفظ الموظف المتهم فعلى جهة الإدارة أن تحترم قرار النيابة بالحفظ، ولأنه لا يتصور على الإطلاق أنه بعد أن تثبت براءته من خلال تحقيق بشرته جهة قضائية محايدة يأتي الرئيس الإداري ويقوم بمجازات. هذا أمر يؤدي إلى إحساس الموظف بالظلم، وبعدين لا يكفي أن نقول إن أمامه باب الطعن من هذا الجزاء أمام المحكمة التأديبية، من غير المنطقي أو المتصور إن إحنا نظلمه ونلجئه بعد ذلك إلى المحكمة لرفع ما حق به من ظلم. خير له ألا يظلم ابتداء، فإذا ثبتت براءته في التحقيق فمن باب أولى أن يحفظ هذا التحقيق بالقرار النهائي، هذا حق. وأيضا في المقابل إذا انتهت النيابة إلى إدانة المتهم فعلى جهة الإدارة أن تلتزم بقرار النيابة في التحقيق ولا تقوم بمخالفته، وتوقع عليه جزاء يتفق وجسامة الخطأ الذي ارتكبه. هذا أمر في غاية الأهمية، لأن بيحدث أحيان كثيرة جدا إن إحنا نطلب مجازات موظف ويأتي الجزاء هينة لا يحقق الغرض من وراءه، فتضيع المسؤولية التأديبية ويفقد الأمر جدواه. من يرضى عن هذا؟ لتلافي ذلك لابد أن يكون قرار النيابة في التحقيق ملزما لجهة الإدارة، وأن تمكن النيابة بموجب هذه الصياغة الدستورية إذا وجدت أن الإدارة وقعت جزاء هينا أن تراجعها في هذا الجزاء وتطلب منها تجديده باسم المجتمع. معنى كلام حضرتك إنه ده مش الوضع الحالي، إنه بعد جهات كثيرة يعني تتنصل من تطبيق العقوبة وتتهرب من توقيع العقاب الملائم الذي يتفق وجسامة الواقع، فلا يكون هناك ردع. وهذا السبب اللي أدى إلى انتشار الفساد، يعني الفساد انتشر في مصر بشكل مباشر نتيجة إضعاف النيابة الإدارية ونتيجة التغول على اختصاصات النيابة الإدارية. ده فندم مش خاص ب يعني المواد في القانون وليس مواد الدستور. الدستور عادة بيبقى مادة يعني عامة ليها صياغة عريضة، والتفاصيل بتكون في القانون المنظم. تمام. ما هو هذه التفصيلات التي سترد في القانون سيكون المشرع العادي ملزما بإجرائها إذا وضعت في الدستور كالمبدأ الذي يلزم المشرع العادي. يعني عادة المشرع العادي لا يستطيع أن يخرج عن حدود النص الدستوري. ولذلك احنا بنيجي في الصياغة ونقول ايه؟ تختص النيابة بالتحقيق والتصرف في تحقيقاتها. كلمة التصرف إذا وردت في النص الدستوري ستلزم المشرع العادي بأن يعطي لقرار النيابة إلزامية.
والا يكون قد خرج عن حدود النص الدستوري. عندما ينص المشرع الدستوري على ان النيابه تتولى مباشره وتمثيل الادعاء في الدعاوى التأديبية وعلى إطلاقها، فهذا يعني الدعاوى التأديبية سواء التي تنظرها المحاكم التأديبية أو مجالس التأديب المختصة، لأن احنا عندنا عوار أن مجالس التأديب في مصر لا يوجد جهة تقوم بتمثيل الادعاء أمامها. فبالتالي احنا حضرتك بنضع الخط العريض واللفظ بلفظ واحد يعبر عن الفكرة في النص الدستوري، والمذكرة الإيضاحية والأعمال التقديرية للدستور بترشد المشرع العام عند إعداده للقانون بأن يلتزم بهذه الأفكار وبهذه الصياغة.